سنة 2014 أحمد حلمي بيفتتح حقوق رواية تراب الماس للكاتب أحمد مراد عشان شركته الإنتاجية تبدأ تحضيرها كفيلم وهو اللي يبقى البطل. عندي رواية اسمها تراب الماس بتاعت أحمد مراد. دي رواية تقيلة، مش رواية مش سهلة. ويبدأ فعلا التحضير ويترشح لدور أبو طه الزهار اللي كان هيعمله أحمد حلمي للفنان الراحل محمود عبد العزيز، بس الفيلم يتأجل كتير قوي بسبب كذا حاجة، منهم إن أحمد حلمي حصل له وعكة صحية، فأحمد مراد قال لي يا عم راجل تعبان قشطة يا عم عديها فاهم، بس يلاقي إن أحمد حلمي عمل فيلم جديد اسمه لف ودوران فيقول لك لا، لقد طفح الكيل انا هرفع قضيه. وفعلا احمد مراد يرفع قضيه على شركه احمد حلمي، وبعد لف كتير في المحاكم المحكمه بتحكم لصالح احمد مراد. ولما نتقدم شويه ل 2018 يرجع الكلام عن الفيلم، بس المره دي ببطل مختلف خالص عن احمد حلمي. وفعلا الفيلم ينزل في 2018 من بطوله آسر ياسين. آسر ياسين في الفيلم ده تحس ان هو جاله فرصه عمره، قدم دور عبقري. انا بحب الدور ده قوي لآسر ياسين، والادوار المعقده دي آسر بيعرف يعملها بشكل حلو فشخ، وبيثبت للناس اللي انا ممثل فعلا. شوفه في كل اسبوع يوم جمعه في الفيلم ده وفي افلام تانية. ودور والد طه الزهار اللي كان هيروح للفنان الراحل محمود عبد العزيز يروح لاحمد كمال عشان يقدم دور عبقري بكل تفاصيله. بس من احلى الادوار في الفيلم ومن احلى الاشرار في تاريخ السينما المصريه وليد سلطان او ماجد الكدواني. الدور ده من كتر صعوبته ماجد من بعد الفيلم ما رجعش ماجد فاهم، واهله اقترحوا عليه ان هو يروح لدكتور نفساني. تخلص عمل لك مشاكل في حياتك؟ تراب الماس بس. اوكي. لحد ما لقيت مراتي وابني بيقولوا لي بابا مش عيب تروح لدكتور نفسي. عشان احنا مش قادرين بس. الفيلم كان اخراج واحد من المخرجين المفضلين مروان حامد. الفيلم ده حرفيا في بصمه مروان حامد بمنتهى الوضوح. فيلم تراب الماس من احلى الافلام اخر 10 سنين، وبلا شك هو فيلم عظيم. بس سؤالي ليك انت، هل لو كان الفيلم اتعمل باحمد حلمي ومحمود عبد العزيز كان بقى احلى؟